صباحكم مليان بالخير والنعمة والبركة. في خروج 4 موسى قال كده للرب: ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي. الرب قال له كلمة مهمة جدا، قال له: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. موسى شافها حاجة عادية جدا، عصا، لكن بعد شوية موسى قال عنها عصا الله. وهنا الرب وقفني شوية وفكرني كده، قال لي: لو انت عايز دينونة على كل فرعون وعلى كل شر قدامك، لو انت عايز البحر اللي واقف قدامك اللي عائق تحركك وتقدمك عايز يتشق في طريق، قال لي كمان لو انت عايز في وقت البرية وفي الوقت الصعب عايز يخرج من الصخرة مية، الحل ما هذه في يدك. يمكن شايفها حاجة عادية، لكن الرب عايز يستخدم الإمكانيات القليلة جدا اللي في إيدك، لأن من خلالها الرب رح يعمل معجزات رهيبة، زي دهنة الزيت اللي سددت الدين وأعلنت عن حماية البيت ده والأولاد دول، وسد المرابي فمه ورغباته بأنه يأخذ الولدين له عبدين. مش كده وبس، ده كمان عاشت بما بقي. كمان لو اللي حواليك خاروا في الطريق، لو اللي حواليك تعبوا جدا وانت ما عندكش أي شيء، الرب بيقول: هستخدم القليل اللي معاك، 5 أرغفة وسمكتين، من خلالهم الرب أشبع 1000 مؤلفة، وأيضا بقي 12 قفة. عشان كده أنا حابب أصلي في هذا الصباح وأقول لك ما توقفش إنك أنت تصلي، لأن الإمكانيات البسيطة اللي في إيدك الرب رح يعمل من خلالها أمور عظيمة. في اسم الرب يسوع دينونة لكل فرعون، دينونة لكل قوى الشر والظلمة في اسم الرب يسوع، فتح لكل بحر معاند ومنيع، لكن الرب يشقه النهاردة في اسم الرب يسوع وتمشي في اليابسة. ما تخافش، لأن فرعون مش هيلحقك، لكن البحر اللي مخوفك وتعبك وحاسسه انه هلاك ليك او مانع قدامك هيكون هو نفسه الطريق لنجاتك، وايضا هو نفسه مقبرة ودينونة لكل فرعون. استخدم العصا اللي في ايدك، هتبقى قدام فرعون حية، وهتبقى قدام البحر قوية جدا جدا، لأن الرب هيستخدمها وتشق البحر. لو انت في البرية تعبان وظمآن، استخدمها، الرب من خلالها رح يخرج مية من الصخرة تشرب وترتوي وتشبع. ده اللي أنا بستقبله في اسم يسوع. يا روح الله، أنا بصلي في هذا الصباح قوة تشجيع، كلمات تخرج من الأفواه بقوة الروح القدس ضد كل أجواء وضد كل طرق وضد كل أماكن ساد عليها العدو. في اسم الرب يسوع ترفع يده في هذا الصباح، لأن هناك كلمة الرب في فمي قوية جدا تخلق من جديد أمور يمكن ماتت، يمكن انتهت، لكن قوة حياة في اسم الرب يسوع. آمين آمين.